تخيل معايا ابنك الصغير يصحى من النوم الساعة 3 الفجر مرعوب وبيعيط، بيشاور على لعبة كانت على الكوميدينو ويلاقيها مش مكانها ويحلف لك إنها كانت هنا. لعبة بريئة منها أشكال كتير قوي. أول لما شفتها جبتها لابنك على أمل إنك تفرحه، بس ما كنتش تعرف إنك جبت الأذى والشر شخصيا للبيت. إحنا هنا بنتكلم عن لعبة لابوبو. ليه لابوبو؟ عايز تعرف هي إيه وبتأذي إزاي؟ هقول لك، بس قبل ما أقول لك أحب أعرفك أنا مين وإحنا هنا بنعمل إيه. أنا عبد الرحمن وده مستر ليه. سؤالنا واحد، بنرجع الأسطورة لأصلها وبعدين الدين والعلم يكملوا الحكاية. لو عجبتك الخلطة اعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نخش في كده. عارف انت كده اي حاجه بتنتشر بسرعه تفتكر مين اللي بيكون وراها بالظبط عشان تنتشر الانتشار ده؟ ايوه، برافو عليك. ناس كتير بدات تلاحظ حاجات غريبه بتحصل من اللعبه دي. اللعبه اللي انتشرت فجاه وبقت ترند تيك توك، ونقلت الشركه بتاعتها نقله تانية خالص وسط مبيعات الشركات المنافسه في نفس المجال. بس فجاه وسط النجاح ده كله اللعبه اتحولت لكابوس. فيديوهات مرعبه انتشرت، ناس اقسمت انها شافتها بتتحرك، بل بالعكس ده نجحوا ان هم يصوروها كمان. والموضوع اتحول من محبة وتوابير كتير جدا حوالين العالم لكره غريب جدا. ناس كتير بتقطعها، اللي بيحرقها واللي بيدفنها، وتشوف ناس كتير حوالين العالم بتصور فيديوهات معاها، واللي بيصوت واللي بيتجنن واللي بيخبط واللي بيرزع على امل ان هو يلاقي القطعة اللي هو بيدور عليها ويقدر يكمل بيها الكوليكشن الغريب بتاعه. حاجات كده تخلي العقل يحب يجرب وتتحول لهوس غريب. انت عارف ان اللعبة دي انت لو قعدت كده ركزت معاها وبصيت لها هتحس بحاجة غريبة، بل بالعكس ده انت هتحس ان هي اللي بتراقبك وبتبص لك. جرب كده تبص في عينيها، جرب تحطها في مكان واحد كده وتحرك حواليها، هتحس ان هي بتراقبك. ابليس. ده غير طبعا الضحكه المرعبه بتاعتها، يعني ضحكه كده لا منها طيبه ولا بريئه، ضحكه كلها شر. ناس شبهوها بتمثال كده قاعد على كرسي وماسك حاجه في ايده ومبسوط ان هو بيراقب العالم. عرفت هو مين؟ الموضوع من قديم الازل. يعني في حضارات قديمه زي حضاره المصريين القدماء مثلا كانوا بيعملوا تماثيل كده صغيره باعتقاد عندهم انها بتجذب ارواح الاجداد. وفي قبائل في اسيا وافريقيا ناس بتستخدم العرايس عشان تحضر ارواح بحجه الحمايه، او حتى بحجج تانية فارغه زي العلاج من امراض غريبه غير مفهومه. استغفر الله. وانت حرفيا مدرك ان كل ده عباره عن كفريات. تسمع عن واحد كده اسمه عمرو بن لحي الخزاعي. الراجل ده كان سايب من اسياد مكه، كان عنده كده سفريه للشام، واول ما وصل هناك شاف الناس بتعبد حاجه غريبه جدا غير اللي هو متعود عليه في جزيره العرب. لقى الناس بتعبد اصنام. رجع كده ومعاه تمثال هبل. ايوه، هبل يا صديقي، هبل بتاع الكفار ده اللي كنت قلقان منه من زمان. يعني بالبلدي كده عمل استيراد لفكرة بسيطة جدا. مسوق قلب حياة العرب قبل الإسلام، اتملت بالأصنام. يعني عمرو بن رحي انفلونسر زي بتوع اليمين دول. ولو رجعت أكتر هتلاقي التماثيل دي هي الطريقة اللي الشيطان عرف بيها يضل ناس كتير جدا من قديم الأزل. الثقافة الاسكندنافية في النرويج كان عندهم كائن غريب كده، لو مرضيش عليك بيدمر حياتك وبيأذيك، فكانوا بيحطوا له تماثيل. تصور كده يا صديقي التماثيل دي شبه إيه؟ بالظبط كده شبه لبوبو الخالق الناطق. بيقدموا له هدايا عشان خاطر يحميهم ويبعد عنهم الشر، وكان عندهم دايما اعتقاد ان التماثيل دي بتسكنها ارواح شريره. فكرك انت في وسط كل اللي احنا فيه ده لسه في حاجة صدفة، ولا ممكن يكون مثلا همهم مصلحتك ومصلحة عيالك وعايزينك تنبسط وتفرحهم؟ ده الحكايه كده. سيبك من كل ده بقى. اللعب بالعرايس للاطفال مباح في الدين، بل ان السيده عائشه رضي الله عنها كانت بتلعب بالعرايس، بس لما اللعبه تتحول لاذى وشر يفضل اجتنابها. الموضوع في النهايه مش لبوبه على قد ما هو عقلنا. يعني ما تجريش ورا ترند يأذي البيت ولا يأذي عيالك، حكم عقلك كده واقفل بيبان الشر. وفي النهايه لو وصلت لحد هنا احب اشكرك على متابعتك، وما تنساش تدوس لايك وقول لي رايك في الكومنتات عن الحلقه. وشفت فعلا فيديوهات غريبه عن حركه اللبوبو دي؟ ولو انت مش مشترك اشترك وفعل الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد، وتابع الفيديوهات القديمه. كان معاكم عبد الرحمن صالح، وهنا مستر ليه. سلام.